السلام عليكم طلبة 5 ابتدائي، عاملين ايه يا ابطال؟ وحشتوني جدا. يلا يا بطل، جاي لك النهارده بشرح الدرس الثاني اللي بعنوان تأثير خطوط الطول ودوائر العرض. واحنا يا حبيب قلبي في الدرس ده هنعرف ايه هي خطوط الطول ودوائر العرض وتأثيرها في حياتنا، وازاي بنستخدمها في تحديد المناخ والوقت. كل اللي عليك يا بطل ان انت تنزل بسرعة تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش طول ما انت مع الفيلسوف التقفيل مضمون. اخوك مستر نور، صلى على النبي ويلا بينا. بيقول لك يا حبيب قلبي في الدرس ان في اختلافات في المناخ بين الدول، فممكن نلاقي دولة مناخها حر واخرى او دولة تانية مناخها معتدل، وكمان ممكن نلاقي دولة تانية مناخها بارد، وكمان بنلاقي فروق في التوقيت. يعني ممكن نلاقي دولة سابقة مصر او دولة قبل مصر. يعني مثلا عندك مصر تسبق الولايات المتحدة الامريكية ب7 ساعات، الفرق بيننا 7 ساعات. فطبيعي انت بتسأل نفسك ليه؟ تعالى انا اقول لك ليه بقى. لان احنا عندنا حاجه اسمها خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول بتستخدم في تحديد التوقيت وهنعرف ازاي، اما دوائر العرض فبنستخدم في تحديد المناخ. فتعالى يا حبيب قلبي في الدرس ده نتكلم عن دوائر العرض وتاثيرها في حياتنا وخطوط الطول. يلا بينا. بيقول لي انت عندك هنا في النص في خط اسمه الاستواء، ده اللي بيقسم الكره الارضيه الى نصفين متماثلين، نصف في الشمال ونصف في الجنوب. فلو بصيت على فوق في شمال خط الاستواء هتلاقي مدار اسمه مدار السرطان، ولو طلعت فوق شويه هتلاقي الدائره القطبيه الشماليه، ولو طلعت اكتر فوق هنا كده هتلاقي القطب الشمالي. نفس الكلام ده في الجزء اللي تحت، بس الفرق هتلاقي مدار الجدي الموازي لمدار السرطان، وهتلاقي الدائره القطبيه الجنوبيه، وكمان هتلاقي تحت القطب ايه؟ الجنوبي. وهي دي دوائر العرض، ودي الدوائر العرض الرئيسيه اللي عندنا. عند الاستواء مدار السرطان في الشمال والدائره القطبيه الشماليه، اما في الجنوب عند مدار الجدي والدائره القطبيه الجنوبيه. اما هنا لو بصيت هتلاقي في خط بالطول بيقسم الكره الارضيه نصف في الشرق ونصف في الغرب، وده خط الطول الرئيسي اللي اسمه جرينتش. يبقى انا عرفت ان عندي خط الطول الرئيسي اسمه جرينتش، ودائره العرض الرئيسيه هي الاستواء. فتعالى بقى نعرف ايه ده. قال لي ده اسمه الموقع الفلكي. طب يعني ايه الموقع الفلكي يا حبيب قلبي؟ قال لي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. انا بوصف المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، يبقى الموقع الفلكي هو الموقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب تعالى اقول لك ان الموقع الفلكي ده ليه تأثير كبير جدا على عديد من الأمور. يعني من خلال دراستك لموقع دولتك أو قارتك الفلكي هتعرف حاجات كتيرة جدا وهتفهم حاجات كتيرة جدا. زي إيه؟ إن هو بيأثر على المناخ وبيأثر على التوقيت، ده بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. فقال لي عندك مثلا دوائر العرض بتقسم أو التقسيم تظهر دوائر العرض على المناخ. إزاي؟ قال لي إن إحنا كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ترتفع درجة الحرارة، وطبعا لأن احنا عارفين ان الشمس معظم العام متعامدة على دائرة الاستواء، فأكيد الدنيا هناك حر. فقال لي لما هتقرب من دائرة الاستواء هترتفع درجة الحرارة، فطبيعي لما تبعد عنها ايه؟ تنخفض درجة الحرارة. يبقى أول حاجة قالها لي ان انت لما تقرب من دائرة الاستواء اللي لسه موريها لك على الرسمة هترتفع درجة الحرارة، أما لما تبعد هتقل درجة الحرارة. طب تمام. تعال نبص. بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن قسمنا من خلال دوائر العرض العالم إلى مناطق حرارية. قسمنا العالم إلى مناطق حرارية. طب يعني إيه منطقة حرارية؟ قال لي دي مساحة على الأرض تتشابه في خصائصها المناخية. بمعنى قال لي مساحة على الكرة الأرضية تتشابه في خصائصها المناخية، إن يبقى واحد قاعد في مدينة في دولة والتاني قاعد في مدينة تانية في دولة تانية، ولكن متشابهين في خصائصهم المناخية، فهم تابعين لمنطقة حرارية واحدة. يبقى المنطقة الحرارية مساحة على الكرة الأرضية تتشابه في خصائصها المناخية، سواء بقى حرارة، رياح، أمطار، كل ده عندي. طب قال لي تعال أقول لك إن في منطقة حارة وفي منطقة معتدلة وفي منطقة باردة. يبقى أنا عرفت إن المناطق الحرارية عندي 3 أنواع: مناطق حارة، مناطق معتدلة، وكمان مناطق باردة. قال لي المنطقة الحارة حول دائرة الاستواء عند خط الاستواء، لأن أنا قايل لك إن الشمس متعامدة عند خط الاستواء، فطبيعي إن أنت تلاقي هناك الدنيا حر. يبقى المنطقة الحارة فين؟ عند دائرة الاستواء. أما المنطقة المعتدلة بين المدارين والدائرتين القطبيتين. يعني إيه؟ يعني مثلا في النصف الشمالي عشان تدور على المنطقة المعتدلة هتلاقيها بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية.
ده في النصف الشمالي. طب في الجنوبي قال لي هتلاقيها بين مدار الجدي والدائره القطبيه الجنوبيه. يبقى انا قلت المنطقه الحاره او المناطق الحاره حول دائره الاستواء. اما المناطق المعتدله قال لي لو في النصف الشمالي هتلاقيها بين مدار السرطان والدائره القطبيه الشماليه. اما لو في النصف الجنوبي قال لي هتلاقيها بين مدار الجدي والدائره القطبيه الجنوبيه. طب قال لي المناطق البارده حول القطبيتين، يقصد هنا القطبيه الشماليه والقطبيه الجنوبيه. قال لي في النصف الشمالي للكره الارضيه حول الدائره القطبيه الشماليه. اما في النصف الجنوبي هتلاقيها حول الدائره القطبيه الجنوبيه. تعال نراجع مع بعض بسرعه. قال لي المناطق الحاره حول دائره الاستواء، اما المناطق المعتدله بين المدارين والدائرتين القطبيتين. طب لو في الشمال بين مدار السرطان والدائره القطبيه الشماليه. اما في الجنوب بين مدار الجدي والدائره القطبيه الجنوبيه. طب لو عايز ادور على المناطق البارده قال لي فوق عند القطبيتين اللي فوق، ففي النصف الشمالي هتلاقيها حول الدائره القطبيه الشماليه، اما في النصف الجنوبي حول الدائره القطبيه الجنوبيه. طب تعالى بقى نبص على المناطق اهي. قال لي دي المنطقه الحاره اللي حول دائره الاستواء، ودي المعتدله، ودي البارده. يبقى دي المنطقه الحاره اهي، ودي المعتدله، ودي البارده. يبقى انا عرفت يا حبيب قلبي كلامهم وعرفت قصتهم وعرفت مكانهم على الخريطه. تعالى بقى نخش على خطوط الطول. قال لي خطوط الطول الارض او الكره الارضيه عندي مقسمه الى 360 خط طول. الى 360 خط طول. بس خط الطول الرئيسي انا لسه قايل لك ان هو اسمه جرينتش. خط جرينتش خط الطول الرئيسي. وخد بالك يمثل خط جرينتش صفر هو المرجع الاساسي للتوقيت. يعني انت لو عايز تحسب توقيت اي مدينه او دوله هتشوف الدليل بتاعك منين؟ من خط جرينتش. قال لي وقواعد لحساب فروق التوقيت. لو انت حابب تحسب فرق التوقيت تعمل ايه؟ قال لي بص معايا، الفرق بين كل خط والاخر 4 دقايق. هم 360 خط مقسمين الى 180 في الشرق و180 في الغرب. طب بين كل خط طول والاخر 4 دقايق، يعني كل 15 خط طول فرق ساعة زمنية واحدة. يعني لو في دولة او مدينة على خط طول والمدينة التانية بينها وبينها 15 خط طول يبقى الفرق ما بينهم ساعة. واذا اتجهنا في الشرق، شرق خط جرينتش، هنزود في الوقت، هنزود ال4 دقايق مع كل خط طول. طب لو اتجهنا للغرب هنقلل في الوقت، هننقص 4 دقايق مع كل خط طول. يبقى انا عرفت ان خطوط الطول عندي خط طول رئيسي اسمه جرينتش، والارض مقسمه الى 360 خط طول، 180 في الشرق 180 في الغرب، بين كل خط طول والاخر 4 دقايق، كل 15 خط طول فرق ساعه زمنيه. لو رايح للشرق من خط جرينتش هزود في الوقت 4 دقايق مع كل خط طول، اما لو راجع في الغرب فانا هقلل 4 دقايق مع كل خط طول. وبكده حبيب قلبي يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده اللي بعنوان تاثيرات خطوط الطول ودوائر العرض. اتمنى تكون فهمت الدرس بشكل سهل ومبسط. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو انزل اعمل، ولو ما عملتش اشتراك بسرعه انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي شرح. اشوفك في فيديو جديد. اخوك وحبيبك مستر نور. سلام.